الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. متابعينا الكرام، أمسية طيبة وجمعة مباركة، رمضان كريم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رمضان يجمعنا. إذن ليلة 27 من رمضان، ليلة القدر، ليلة خير من 1000 شهر، أكيد هو موضوعنا لعدد اليوم. وأسعد جدا في هذا العدد بأن يحضر معي فضيلة الشيخ عبد السلام اليماني، إمام خطيب بمسجد عثمان بن عفان بلدية بقاعة ومعتمد لدى الدائرة. إذن فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك في رحاب برنامج رمضان يجمعنا. بوركت، شكرا على هذه الدعوة الكريمة الطيبة في هذه الأمسية الفاضلة الشريفة في هذه الجمعة المباركة الطيبة. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. ثم بعد، أيها المشاهدون الكرام، نحييكم بتحية أهل الإسلام في دار السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حوضه نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. إذن شيخنا الفاضل، في أولى أسئلة هذه الحلقة أود أن نعرج إلى أهم النقاط التي تذكر في موضوع ليلة القدر، يعني أبرز فضائل هذه الليلة وأبرز فضائل العشر الأواخر كذلك. نعم شيخنا الفاضل. إنها أيام مباركات وأيام فاضلات وأيام ذات أنوار وإشراق، أيام تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وترفع فيها الدرجات. هي العشر الأواخر، وما أدراك ما العشر الأواخر من رمضان. إنها لفرصة لكل صائم وصائمة أن يغتنم هذه العشر الأواخر التي بقيت من رمضان، وهي بمثابة العشر الحسان لرمضان الكريم، لأن لكل عمل بداية ونهاية، ونهاية رمضان وختامه يكون مسك. ومسكه أن يكون بهذه العشر الفضليات التي فضلها الله عز وجل. بداية هذه العشر الأواخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هي أعمال فاضلات يقوم بها الإنسان في هذه العشر الأواخر. أولا، نبينا عليه الصلاة والسلام يشد مئزره، وشد المئزر يعني أنه لا يجامع زوجاته صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. يتفرغ للعبادة ويتضرع لربه عز وجل، ويكثر من الاستغفار وقراءة القرآن. يكفيك شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في العشر الأواخر. ويكفيك شرفا أن العشر الأواخر هي ليلة فيها ليلة من أفضل الليالي، ليلة القدر، خير من 1000 شهر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد مئزره، وكان يحيي ليله، يحييه بالقيام، بكثرة السجود، بكثرة الركوع، بتلاوة القرآن، بتدبر آيات الله عز وجل، كان لا ينام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في العشرين الأولى من رمضان كان يخلط بين النوم والقيام. ولكن إذا دخلت العشر الأواخر يفارق النوم، لا ينام عليه الصلاة والسلام، بل يزداد تقربا. وما أدراك من النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا عندما سالت قدماه الشريفتان من شدة القيام قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: يعني أوليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. سبحان الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن أراد أن يجتهد، أراد أن يقوم الليل. ولهذا هي رسالة إلى الأمة المحمدية أن يفارقوا الفرش ويفارقوا الزوجات،
يعني أنهم يملؤون أوقاتهم بالعبادة في هذه العشر الأواخر من رمضان. كان عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله. نعم. الرجل في بيته لابد عليه أن يوقظ أهله لقيام الليل، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، أكيد. لأن قيام الليل يعني فيه من البركة ما لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. وفيه من الأسرار ما لا يخطر على قلب بشر، لأن أنوارا تصعد إلى السماء من البيت الذي يقوم أهله الليل، وخاصة إذا كان الأب والزوجة والأبناء يقومون الليل، فهذا دلالة على ماذا؟ على تعلقهم وحبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. العشر الأواخر فضلها الله عز وجل بإنزال القرآن الكريم. نعم. ونحن نعلم أن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان. نعم. جملة، يعني نزل مفصلا، ونزل في ليلة القدر جملة واحدة. ولهذا قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نعم. ويسوقنا الحديث من العشر الأواخر إلى أن هذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر من الوتر من رمضان. معناها يلتمسها الإنسان في ليلة 23 25 27 29. نعم. وهذه إذا توافقني شيخنا الفاضل أنها حكمة من أجل أن يزداد اجتهاد المسلم في رمضان. نعم. لكي الإنسان ينشغل بالعبادة. نعم. ويتفرغ للعبادة ويزداد عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. حتى يرتقي الإنسان بإيمانه إلى أعلى الدرجات إلى المولى عز وجل. ولهذا أخفاها الله عز وجل حتى يجتهد الناس، كما أخفى الله عز وجل الصلاة الوسطى. نعم. لو علم الناس مثلا أن ليلة القدر هي يوم كذا، نعم، لتكاسل الناس، ركزوا على تلك الليلة لتكاسل الناس ولم يقوموا الليل ولم يقرأوا القرآن. إذا أتت الليلة انكبوا على المصاحف وقرأوه وكبروا وسجدوا وركعوا وأطالوا القيام إلى الصباح. ولكن حكمة الله عز وجل حتى يعني لا يتكل الإنسان ولا يكون كسولا. اعملوا ولا تتكلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليلة القدر يعني جمهور العلماء أنهم قالوا هي ليلة 27 من رمضان. نعم. والتي نصادفها في هذه الليلة. نعم، في هذه الليلة وفي هذه الجمعة المباركة. نعم. يعني ازدانت كما نقولوا احنا المناسبات والبركات، الجمعة وليلة القدر. نعم. يعني من العلماء من قال أنها ليلة 27، ومنهم من يعني أبي بن كعب أقسم أنها ليلة 27 من رمضان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرجى أرجى ليلة قال هي ليلة 27 من رمضان. نعم. وابن عباس حبر هذه الأمة ذهب إلى بعض الاستنباطات. دليله في ذلك أنه قال أن الله عز وجل خلق 7 سماوات. نعم. وخلق 7 أراضين. نعم. وخلق 7 بحار. والإنسان يزد على 7 أعضاء. نعم. والله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم 7 المثاني. نعم. هي القرآن العظيم. فاستنبط أن ليلة 7 يعني هذا رقم 7 هذا فيه سرعة، ربطها بالسابع. نعم. نعم. وقال أنه معنى الآيات إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة فيها. قال أن فيها هي الحرف 27 من هذه الصورة. نعم. وقال أن ليلة القدر كررت كم من مرة؟ نعم. في هذه الصورة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تكررت 3 مرات في هذه الصورة. عدد هذه الصورة قيل أنها 7 آيات. عندما نضرب الله أعلم العدد فيعطينا يعطينا العدد 27. استنباطات يدل على أن هذه الليلة هي أرجى ليلة 27 من رمضان. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يعني يتكاسل ولا يجتهد في بقية شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر خير من 1000 شهر.
هي عبادة تعدل ثلاث 83 سنة. ما شاء الله، خير عظيم، خيرها وفير. ولماذا تعدل 83 سنة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أعمار الأمم السابقة نعم. يعيشون طويلا يعمرون نعم. طويلا. أكيد. فلما رأى أعمار أمته تقال لها، ما بين 60 و70. نعم، شافها قليلة، يعني ما يوصلوش وصلوا هذه. نعم. فأكرمه الله عز وجل بأن هذه الليلة هي تعادل عبادة 83 سنة. نعم. فمن قامها واجتهد فيها كتب له الأجر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. فقيامها يعني رجاء ماذا؟ رجاء الثواب للقيام واحتساب الأجر من الله عز وجل. نعم. ولا يعجز عن قيامها إلا كاسل وغافل ولاه، والذي لا يعرف مقدار العبودية لله عز وجل، ولا يقدر الأزمان ولا يقدر الأوقات ولا يقدر المناسبات ولا يقدر هاته الفرص التي أعطانا الله عز وجل إياها. ليلة القدر ربي عز وجل أنزل فيها القرآن، قرآن يتلى. نعم. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يقرأ القرآن على سائر أيام حياته حتى يتوفاه الله عز وجل. ولكن الأجر يتضاعف ويزداد أجرا عندما يختص الله عز وجل هذه الأيام وهذه الليالي بمزايا عديدة كثيرة فضلها الله عز وجل على بقية الأيام وبقية الليالي. هي ليلة خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. أن الملائكة في هذه الليلة تمتلئ الأرض بالملائكة، تمتلئ الأرض بالملائكة يستغفرون لكل قارئ ولكل قائم ولكل ذاكر ولكل مسبح ولكل داع ولكل متضرع إلى الله عز وجل. والبخيل وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المحروم من حرم خيرها. نعم. شيخنا الفاضل، فقط أنت تتحدث عن مختلف العبادات التي يمكن أن تكون في ليلة القدر وأفضلها، ولكن إذا تحدثنا عن جانب آخر وهو مجال التعاملات بين الناس، يعني في المعاملات، ما هي أفضل المعاملات التي تكون في العشر الأواخر وبالذات في ليلة القدر؟ نعم. الإنسان مطالب في سائر أيامه أن يعامل الناس بالمعاملة الحسنة. نعم. أكيد. وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، لا يسيء إلى أي إن كان، لا بالكلام ولا بالضرب ولا بالشتم ولا بالتعدي ولا بالظلم ولا بأي أمر من الأمور التي حرمها الله عز وجل. ولهذا خاصة في هذه الأيام ينبغي للإنسان أن يترفع عن كل هذه الأمور التي تشين وتنقص من قيمة الأعمال الصالحة والأعمال الفاضلة، وخاصة هذه الليلة ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم. ربي عز وجل قال: هذه الليلة يقسم فيها الله عز وجل أعمال العباد، يقسم فيها الشقاوة، السعادة والأرزاق، شكون اللي يموت اليوم، شكون اللي يموت غدوة، العام الجاي، هذه كل في هذه الليلة المباركة. والله عز وجل قال يعني هذه الليلة رب سبحانه جل وعلا يعني أنه لا يظلم فيها أحد. لا يظلم فيها أحد إلا من اعتدى وتعدى على حدود الله عز وجل واعتدى على الناس، إما بظلمهم وإما بأخذ حقوقهم وإما بالتعدي عليهم وإما برميهم وسبهم ولعنهم. والمؤمن لا بد عليه أن يترفع عن هذه المشائن وعن هذه الرذائل، لأن الإنسان لا بد أن يخرج من فمه إلا الطيب، ولا يقول إلا طيبا كما قال الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمؤمن هو الذي يخالط الناس ببشاشة ويعامل الناس بأدب ويعامل الناس بالحسنى ويعامل الناس بالمعروف. حتى الدين المعاملة. نعم. الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أقربكم مني منازلا يوم القيامة من هم؟ أحاسنكم أخلاقا. لم يقل أكثركم أموالا
نعم. ولا أولادا ولا جاها ولا شرفا ولا نسبا، وإنما قال أحاسنكم أخلاقا. نعم. فلا بد للمؤمن الصائم الذي يرجو مغفرة ربه ويرجو ثواب ربه ويرجو رحمة ربه أن يكون لينا طليقا سمحا عفوا رؤوفا، أن يرحم الضعيف وأن يعطف على الفقير، وألا يتعدى على الناس مهما كانت أصنافهم وأطباقهم ولغاتهم وأجناسهم. هذا وديننا، أن يعامل الناس بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. نعم. إذا والله شيخنا الفاضل كفيت ووفيت. إذا أعزائنا المشاهدين ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لإتمام هذا الحوار. لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. إذا عودة مرة أخرى متابعينا الكرام بعد هذا الفاصل، نرحب بك مرة أخرى شيخنا الكريم. إذا إمام الفاضل، لو نتحدث الآن عن موضوع آخر ألا وهو زكاة الفطر، هذه الأخيرة التي ترتبط كثيرا بالصيام وشهر رمضان. نعم، فماذا تقول في هذا السياق؟ زكاة الفطر هي فريضة من نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى، على الصغير والكبير من المسلمين. نعم. وهذه الزكاة هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زكاة الفطر هي عبارة عن دواء، وعبارة عن علاج، عبارة عن ترقيع ما يقع للصائم من خلل في نهار رمضان، ما بغيبة أو نميمة أو كلام زائد، وأكثرنا ربما لا يسلم من هذه الأشياء. أكيد. نعم. فالإنسان ربما عن عمد أو عن غير عمد ربما يتكلم في فلان أو في فلانة، نعم. ويجد نفسه وقع في المحظور. نعم. تأتي هذه الزكاة يعني أنها تغسل وتضمد الخدوشات وتلك الجروح التي وقعت في شهر رمضان، كما أن الثوب إذا اتسخ يغسل بالماء والصابون حتى يصبح نظيفا. نعم. وكما أن الصلاة كذلك، ربما المصلي يسهى في صلاته ويترتب عليه سجودا إما قبلي أو بعدي. نعم. فيسجد هذا السجود هو بمثابة ترقيع وتصحيح ما وقع من خلل في صلاته حتى تكتمل الصلاة. فزكاة الفطر هي مكملة للصيام، مكملة له من كل ما يقع فيه من أخطاء وخلل من الصائم في نهار رمضان. ولذلك فرضها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة التكافل بين الناس. نعم. إخراجها تعطى لفقير ولمسكين وليتيم ولأرملة. نعم. ولهذا قال: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، يوم العيد. في يوم العيد. نعم. حتى لا يتسول هذا الفقير. نعم. ولا يمد يده إلى غيره. فبتلك الزكاة نضمن له نفسه. نعم. ونضمن له كذلك كرامته. ونضمن له شيئا ما يعني أنه يقضي ويفرح به بينه وبين أهله في يوم العيد. نعم. ولا يقتصر يعني إخراج زكاة الفطر يعني الإنسان يخرجها يعني وقت ما شاء، وإنما هي محددة معلومة. نعم. أكيد. فتخرج قبل العيد، ومن أخرجها بعد العيد فإنما هي صدقة من الصدقات. نعم. وكذلك الإنسان يخرجها بما طابت له نفسه، يخرجها نقدا أو طعاما، لأن في هذه الأيام كثر الغلط وكثر التهريج وكثرت الفتوى وكثر القيل والقال، والمتشدقون والمتفيهقون في هذه المسألة حتى أدخلوا الناس في دوامة يعني قل من يسلم من هذه الدوامة. وأصلا أن الحكمة ليست نعم. كيف تخرج. نعم. وخاصة من الذين لا يقرؤون ولا يفقهون في أمور دينهم شيئا. ولماذا يربطونها خاصة في هذه الأيام؟ هذه المسائل الفقهية والخلافات يشغلون الناس عن العبادة في العشر الأواخر. يعني نربط، يعني نرجع إلى الوراء قليلا، يشغلون الناس عن العبادة في هذه العشر الأواخر. يبقى الناس غير تخمم كيف خرج دراهم، خرج سميد، خرجها دقيق، خرجها زبيب، خرجها روز، ما يعرفش.
نعم. يدبدب كما نقولوا حنايا. نعم. ولذلكم أيها الأحباب اتقوا الله عز وجل في الناس. العلماء أفتوا بإخراجها نقدا، وعلماء أفتوا بإخراجها طعاما. نعم. ابن تيمية قال إذا كانت المصلحة للفقير أن تخرج نقدا تخرج نقدا. نعم. وأخرج عمر بن الخطاب نقدا، وأخرج من التابعين عمر بن عبد العزيز. نعم. وأخرج من تابع التابعين طاووس وغيرهم من العلماء. نعم. هذو علماء ولهم دليلهم في ذلك، ولكن لا نشدد على الناس ولا نحجر على الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد حجرت واسعا. لذلك الأعرابي قالوا اللهم ارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. نعم. معناها قالوا لقد حجرت واسعا. فهي هذا الناس الذين يحجرون ويعني أنهم ينزوون على فتياهم أو أقاويلهم، نقول لهم اتقوا الله عز وجل، فهذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فأخرجوا زكاة فطركم كما طابت لكم أنفسكم، اخرجوها طعاما إن طابت أنفسكم، اخرجوها نقدا إن طابت أنفسكم، فالله عز وجل يتقبل منا ومنكم إن شاء الله عز وجل. نعم. بإذن الله. شاء إذن شيخنا الفاضل، بما أنه نحن على مقربة من عيد الفطر، إذن ما هي الرسالة التي تقدمها لكافة الأمة العربية المسلمة من أجل أن يعني يتهافتوا على التآزر والتآخي في هذا اليوم المبارك، وكذلك ترك كل مظاهر الشحناء والمظاهر التشدد كما ذكرت قبل قليل؟ نعم، ماذا تقول شيخنا؟ والله هذا اليوم هو يوم مشهود وهو يوم الجائزة. ولا ينبغي للإنسان أن يأخذ جائزة بدون عطاء أكيد وبدون نعم. مقابل. نعم. فلا بد عليه أن يتعب ولا بد عليه أن يسهر. وهذا العيد الذي يعني يخرج إليه الناس صغارا وكبارا، ما هي الفائدة من خروجنا إلى المصلى أو إلى صلاة العيد؟ أننا نتغافر. نعم. ونتصافح ونتغاضى عن بعضنا البعض ونترك الخلاف والشقاق. نعم. ونترك الشحناء والبغضاء ونسلم قلوبنا من كل ضغينة. لهذا الله عز وجل قال إلا من أتى الله بقلب سليم، لأن سلامة القلوب هي جوهر الإنسان. وليس العبرة فقط أن نتصافح بأيدينا. نعم. وقلوبنا فيها نوع من الكراهية. نعم. ونوع من الضغينة، ومن حبك وما تحبني ونكرهك وتكرهني قدام الناس نسلم عليك ومن بعد خليني والله ما نزيدش نهضر معك. مش هذا هو العيد وماشي هذه نكهة العيد. نكهة العيد وفرحة العيد لا تكتمل إلا بالرجوع إلى بعضنا البعض، إلا بالتآلف والتوافق والمودة والصفاء والمحبة والإخاء والتراحم والتعاطف والتآزر والعطف عن بعضنا البعض. أن الكبير يرحم الصغير، والصغير يوقر الكبير. نعم. والغني يرحم الفقير. هكذا يريد ديننا ويريد إسلامنا، لأننا أمة واحدة، ديننا دين واحد، ربنا رب واحد، نبينا واحد، نتجه إلى قبلة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. وصيتي لكل مسلم ولكل مسلمة لا بد أن نخرج يوم العيد وقد صفت قلوبنا وقد طهرت قلوبنا وقد طهرت أجسادنا من كل شيء يشين وينقص من قيمة فرحة العيد. فليست العبرة بلبس الجديد في يوم العيد. نعم. وإنما العيد من خاف يوم الوعيد. نعم. إذن شكرا لك كثيرا إمامي الفاضل على كل ما نورتنا به في هذه الحلقة. إذن أعزائنا المشاهدين الطيبين، نتمنى أن يكون إذن عيد الفطر لهذه السنة عيدا مباركا، وأن يعيده الله علينا باليمن والخير والبركات. إلى هنا أعزائنا المشاهدين الطيبين أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رمضان يجمعنا، على أمل أن نلتقي في عدد آخر بإذن الله. إذن دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ